حبايب قلبي، اخباركم ايه يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده وسلامه. النهارده بقى هعمل معاكم حواوشي زي ما انتم شايفين كده. ده كيلو لحمه مفرومه، هقطع عليهم 4 البصلات دول. خليكم بقى معايا لحظه بلحظه وانا بعمل الحواوشي. يلا بقى يا حبايبي نضرب البصل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حبايبي بصوا بقى، انا كده ضربت البصل بس ما نعمتوش قوي، يعني يكون كده نفس يعني نفس الحجم ده. طلعت من الفريزر. ده فلفل الوان كنت مفرزاه برضو، هيدي طعم قوي معايا. والتوابل اهي كلها بقى. هنبتدي بقى نطبق ايه الحواوشي. حطينا كده كمية البصل اللي احنا ضربناه في الخلاط. دلوقتي بقى هنحط الفلفل ده بس يفك شوية، وبنقطع برضو دلوقتي ايه فلفل كده، واحدة بس فلفل اخضر، ونحط بقى التوابل. خليكوا بقى معانا. الفلفل بقى هحطه على البصل زي ما انتم شايفين كده. خلاص بعد كده بقى هنحط ايه التوابل. تعالي بقى قلبيه بقى كده كويس، ونحط بقى التوابل. بس نحط التوابل وانا هعمله بايدي. هو لازم يا جماعه الحواوشي يتعمل بالايد، لان لما نيجي نفرده في العيش اكيد بالايد مش بالكبشه. بس المهم الاول نحط ايه، نديله تقلبتين كده، ندخل كل المواد مع بعض، الحاجات كلها الخضار، ونحط التوابل، وبعد كده ايه اعمله بايدي. بنحط بقى ايه سنة كده جوز الطيب زي ما انتم شايفين، سنة صغيرة مش كتير. هنحط بقى ايه الملح بقى، ما تكتريش قوي عشان ما يحدقش. نحط بقى التوابل بقى كلها. نحط بهارات اللحمه، ونحط اهي بهارات اللحمه دي جميله قوي. بهارات اللحمه اهي، خدي فلفل اسود، نحط بابريكا وبهارات لحمه. ما شاء الله ريحتها ايه تحفه. وهنحط برضو سمنه، وبعد كده بقى هندعكها كويس قوي بايدينا. لحظه معايا. هنحط بقى ايه حته سمنه زي ما انتم شايفين كده، كويس ان هي سايحه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نشوف كده لو احتاجنا تاني. ما شاء الله ريحتها حلوه. احنا بنحب سمنه روابي، بتدي طعم جميل قوي في الاكل. شوفوا لي كده كل الالوان بتاعه الفلفل كده وهي داخله في اللحمه، ما شاء الله حلو. نحط كمان شويه، مش عايزين كتير عشان لسه هنحط الرغيف من بره، هنحط فيه سمنه.
النهارده الحواوشي برعاية جيهان. اعملوا لايك يا جماعة عشان خاطر اختي. سيبها بقى كده 10 دقايق. هنسيبها في العيش. نسيبها 10 دقايق بقى، وبعد كده نفردها في العيش. هصور لكم واحنا بنعملها في العيش ونحطها في الفرن، خليكم معانا. شوفوا بقى يا جماعة، بصوا بقى احنا كده حضرنا العيش اهو، ودي السمنة اللي هنغطي بيها ندهن بيها العيش، وهنا بقى خلاص متبلة وجاهزة. شوفوا بقى، والبوتاجاز نضيف زي الفل، غسلته طبعا هشغل الفرن، وادي المواعين خلصت والفرن نضيف زي الفل، وبملى الازايز زي ما انتم شايفين، وكل حاجة زي الفل. بس نعمل بقى الحواوشي، خليكم معايا. يلا يا جماعة، جه بقى وقت ان احنا نحط اللحمة في الرغيف. شفتوا ازاي؟ لازم بنفرده في الرغيف كله. سلم ايدك يا جورج. كده عملنا رغيفين. نعمل معاكم كمان رغيف. نعمل معاكم كمان رغيف، وبعد كده نكمل الباقي بقى ايه مع نفسنا. بص الفلفل الالوان جميل، بيدي شكل حلو. كمان. يلا هندهن بقى الصينيه زي ما انتم شايفين، عشان تقضي بقى. دي صينيه الفرن نفسها. بس كده كفايه. هندهن بقى رغيف رغيف كده بالسمنه. ايوه كده، من الوش ومن الظهر. هنحط بقى نرص رغيف رغيف كده ندهنه في الصينيه. ايوه، ريحته ايه جميله. ده انا جوعت. يلا بس نخلص بقى الكميه، وهوريكم بقى في الاخر يعني ايه لما الصينيه تتملي خالص. بس كده خلاص خلصنا الكميه كلها. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايديها. هي بقى النهارده اللي عامله لنا الحواوشي جيهان. شوفوا بسم الله ما شاء الله. هنحطه بقى في الفرن. يلا هنحطه بقى في الفرن. احنا مولعينه من شويه كده على 180. شوف بقى الحواوشي وصل لايه كده. تمام كده شكله استوى. وكده يا حبايبي الحواوشي خلص اهو. ريحته جميله بقى، لسه هندوقه. وعملت جنبه طبق بطاطس. يلا الف هنا وشفا. سلام. بصوا بقى يا حبايب قلبي، ده كده حاجات الشهر اللي احنا جبناه. بصوا بقى، جايبين شاي ليبتون، جايبين 3. جبنا البقسماط الناعم ده عشان البانيه. جبنا الصلصه، بحب النوع ده. جبنا 2 لان انا عندي 2. انا بكمل الحاجه اللي عندي من الشهر اللي فات. جبنا باليتة السكر دي زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم.
جبنا 4 شعرية، جبنا 4 مكرونة الملكة. طبعا بنجيب نوع الملكة لان احنا بصراحة بنحب نوع الملكة دي احلى حاجة. وجبت 4 مكرونة سباكيتي، اللهم صل على النبي. وجبت ايه، جبت كيس دقيق الضحى، وجبت كمان مكرونة فرن. برضو بكمل على اللي عندي لان انا برضو عندي تقريبا كيسين، فانا جبت ايه 4. طبعا غير علبة سمنة روابي فتحناها واستعملناها النهاردة واحنا بنعمل حواشي. فدي كل حاجة جبناها، مع طبعا في ازازة خل جايبينها فتحناها، وفي سمنة روابي. بس اعتقد هم دول اللي جبناهم تكملة للحاجات اللي عندي من الشهر اللي فات. الف هنا وشفا.